سأعلمك كيف تصنع كيراتين طبيعي في البيت. صالونات التجميل لا يرغبون في تعرف هذا. ما عليك سوى القيام بهذا لنمو شعرك بشكل طبيعي، ولن يتساقط بفضل هذا الكيراتين الطبيعي. للبدء نحتاج إلى بذور الكتان. في قدر أضف 4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان، ثم أضف 300 مل من الماء واتركه حتى يغلي. بذور الكتان غنية بفيتامين إي، وهو مضاد قوي للأكسدة. تساعد هذه البذور أيضا في تجديد الشعر التالف. بفضل وجود أوميغا 3 تغذي بذور الكتان بصيلات الشعر، مما يحسن مرونة الشعر ويقويه ويحفز نموه. عندما تلاحظ أن هذا الماء قد أصبح سميكا ولزجا، فهذا يعني أنه جاهز. اطفئ النار واتركه يبرد. الآن ننتقل إلى الخطوة التالية. في قدر أضف 200 مللتر من الماء. في هذه الحيلة لا يجب أن ننسى نشا الذرة. أضف ملعقتين صغيرتين. اخلط لتذويب النشا وانتظر حتى يثخن. أحد فوائد نشا الذرة للشعر هو أنه يقلل من الجفاف. السبب بسيط: نشا الذرة غني بحمض اللاكتيك الذي يجدد الألياف الشعرية ويسرع نمو الشعر بشكل كبير، وقادر على تغذية حتى آخر شعرة في رأسك. عندما يصل إلى هذه القوام فهو جاهز. اتركه يبرد. بعد ذلك سنقوم بتصفية بذور الكتان لدينا. هنا نستخدم مصفاة، ولكن يمكنك استخدام قطعة قماش أو شاش أو حتى جوارب بنطلون مستعملة. إذا أعجبتك هذه الحيلة أخبرني، أنا أحب الحيل المنزلية. الآن دعونا نضيف كريمة نشا الذرة المنزلية لدينا. لتقوية كيراتين شعرنا وإعطائه رائحة طيبة، سنضيف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. إذا كنت تفضل ذلك، أو إذا لم يكن لديك زيت جوز الهند، يمكنك استخدام زيت الزيتون أو الذرة. الآن دعونا نخلط جيدا حتى يتم دمج جميع المكونات بشكل جيد. ها هو انتهى. سأريكم الآن كيفية تطبيق هذه الكيراتين الطبيعية الرائعة والقوية. كيف يمكنك أنت وأمك أو ابنتك استخدام هذا الكيراتين؟ نخلطه مع كريم الترطيب لدينا. على شعر نظيف يجب تطبيقه وتركه يعمل لمدة 20 إلى 30 دقيقة. إذا كنت تكافح تساقط الشعر، أو إذا كنت ترغب في تسريع نمو شعرك، فهذه الحيلة مثالية. هذه الحيلة البسيطة ستحدث فرقا كبيرا، وستحول صحة شعرك كما فعلت معي. بعد هذه المدة اشطفي وأعيدي تنشيط شعرك وأنهي كما ترغبين.